أهلا بيكم وحلقة جديدة من ملعب القهوة. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نحلل. لو قلت لك إن الأهلي الموسم الجديد مش هيختلف بسبب الصفقات، هيختلف بسبب طريقة اللعب، أكيد هتستغرب. لأن أغلب الناس أول ما الأهلي أعلن عن صفقاته الجديدة بدأوا يتكلموا مين أحسن صفقة ومين هيشارك أساسي ومين هيقعد احتياطي. لكن الحقيقة الأسئلة دي مش أهم حاجة. السؤال الحقيقي هو إيه؟ هل حسين عموته جمع لعيبة تناسب فكره؟ لأن المدرب الكبير مش بيجيب لاعب علشان اسمه كبير ولا علشان الجمهور بيحبه. المدرب الكبير بيجيب لاعب علشان يحل مشكلة كانت موجودة داخل الملعب، وده اللي هنحاول نفهمه النهارده. مش هنقيم الصفقات بالاسماء، هنقيمها بالادوار. يعني ليه الاهلي تعاقد مع بن جديده؟ ليه جاب منصف بقرار؟ ليه ضم قطاي عبد الله وعلي محمود؟ وهل فعلا الصفقات دي هتخلي الاهلي اقوى ولا لسه في مراكز محتاجه تدعيم؟ والاهم ايه هو التشكيل المتوقع؟ هل هيكون مجرد 4-3-3 زي ما الناس متعوده، ولا عمود هيغير شكل الاهلي بالكامل؟ النهارده مش هنتكلم عن اخبار، النهارده هنحلل المشروع الجديد للاهلي تكتيكيا. يلا بينا نبدا. قبل ما نتكلم عن كل صفقة لوحدها لازم نسأل سؤال مهم: إيه كانت مشاكل الأهلي الموسم اللي فات؟ لأن لو الصفقات دي ما جاتش تحل المشاكل دي يبقى إحنا بنتكلم عن تدعيم أسماء وبس. أنا شايف إن الأهلي كان عنده 3 مشاكل واضحة جدا. أول مشكلة الخروج بالكرة تحت الضغط. في مباريات كتيرة أول ما المنافس بيضغط ب3 أو 4 لعيبة الأهلي كان بيضطر يلعب كرات طولية، وده كان بيكسر شكل الفريق. ولو افتكرت مباريات قوية زي مباريات دوري الأبطال هتلاقي المنافس كان بيعرف يمنع الأهلي من بناء اللعب بسهولة. وده معناه إن عموته كان محتاج لعيبة تستلم وهي تحت ضغط وتعرف تلف بالكورة وتكسر أول خط ضغط. تاني مشكلة العمق الهجومي. الأهلي كان بيوصل لآخر تلت في الملعب بسهولة، لكن أوقات كتير كان بيفقد الحل الأخير. يعني الاستحواذ موجود لكن التحرك داخل منطقة الجزاء مش بنفس الجودة، وده بيفسر ليه الأهلي فكر في تدعيم الخط الأمامي. ثالث مشكلة وجود البدلاء، ودي نقطة مهمة ناس كتير بتنسى تتكلم عنها. الفريق الكبير مش بيكسب ب 11 لعيب، الفريق الكبير بيكسب ب20 لعيب، لأن الموسم طويل وفيه إصابات وإيقافات وضغط مباريات. ولو البديل نزل ومستوى الفريق وقع يبقى المنظومة نفسها فيها مشكلة. عشان كده أنا شايف إن الأهلي في السوق الحالي مش كان بيجيب نجوم، هو كان بيبني قايمة تقدر تنفذ نفس الفكرة مهما اتغيرت الأسماء. وده أول فرق واضح بين شغل عموته وشغل أي مدرب بيفكر في التشكيل الأساسي بس. تعالى بقى ندخل على أهم صفقتين في رأيي: منصف بوقرار وبن جديد. ناس كتير بصت للصفقتين وقالت الاتنين مهاجمين، لكن الحقيقة الاتنين مختلفين تماما. وده في حد ذاته بيقول لك إن حسين عموته مش بيدور على اسم، هو بيدور على دور. خلينا نبدأ بمنصف بوقرار. بوقرار مش المهاجم اللي هيقف جوه منطقة الجزاء مستني العرضية، وده أصلا مش النوع اللي عموته بيحبه. هو بيحب المهاجم اللي بيشتغل بدون كورة، بينزل بين الخطوط ويسحب قلب الدفاع معاه ويفتح مساحة للجناحين، ويبقى أول واحد بيبدأ الضغط بعد فقدان الكورة. ممكن تلاقيه لامس الكورة أقل من أي لاعب لكن تأثيره أكبر من أي لاعب، لأنه بيخلق المساحة لغيره. وده سبب إن عموته كان مصمم على النوعية دي. أما بن جديدة فهنا قصة مختلفة. بن جديدة لاعب بيقدر يشتغل في أكتر من مركز، وده شيء مهم جدا لأي مدرب بيعتمد على المرونة التكتيكية. يعني النهاردة ممكن يبدأ جناح وبعد 10 دقايق يتحول لمهاجم تاني، وبعدها يدخل العمق ويخلي الجناح هو اللي يوسع الملعب. يعني المنافس يفضل طول المباراة مش عارف يمسك لاعب بعينه. وده بالظبط اللي بيسموه تبادل المراكز، ودي واحدة من أهم الحاجات اللي بتميز فرق عموته. وجود قرار وجنبه بن جديدة معناه إن الأهلي هيبقى عنده أكتر من طريقة للهجوم، مش طريقة واحدة. يعني لو المنافس قفل العمق بن جديدة يوسع، ولو قفل الأطراف بقرار ينزل يستلم، ولو الاتنين اتحصروا لاعب الوسط ينزل يدخل مكانهم. وده اللي بيخلي المنظومة نفسها صعبة جدا في القراية. يعني ببساطة الأهلي مش جايب مهاجمين، الأهلي جايب حلول تكتيكية جديدة. في ناس أول ما الأهلي أعلن عن علي محمود وقضاي عبد الله قالت الصفقتين دول مش هيشاركوا، وأنا شايف إن دي نظرة سطحية جدا. لأن عموته مش من النوعية اللي بيبصوا لقدام سنتين وثلاثة، مش للماتش اللي جاي بس. يعني هو مش بيسأل مين أحسن لاعب النهاردة، هو بيسأل مين يقدر يلعب بنفس الفكرة بعد سنة واثنين وثلاثة. وده سبب إن الأهلي بدأ يضم لعيبة صغيرة في السن لكن عندها قابلية تكتيكية كبيرة. علي محمود تحديدا من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري فيه إنه بيعرف يتحرك من غير كورة بشكل كويس، ودي نقطة ناس كتير ما بتركزش فيها. لأن اللاعب اللي بيتحرك صح بيخلي زميله يستلم الكورة بسهولة. يعني ممكن هو ما يلمسش الكورة لكن يكون سبب في نجاح الهجمة، وده اللي بنسميه خلق زوايا التمرير جديدة. ولما تشوف فرق أوروبا الكبيرة هتلاقي النص نجاحهم جاي من اللعيبة اللي بيتحركوا بدون كورة. أما أبضاي عبد الله فأنا شايف إن عموته جابه عشان يزود المنافسة، ودي نقطة مهمة جدا. لأن الموسم اللي فات كان في مراكز معينة مفيش عليها ضغط، يعني اللاعب الأساسي ضامن مكانه. لكن دلوقتي كل لاعب
هيبقى عارف إن في حد مستني مكانه، وده بيرفع المستوى تلقائيا. وعشان كده أنا مش متوقع إن علي محمود أو أبطاي يبدأوا كل المباريات، لكن متوقع جدا إن هم هيبقوا جزء مهم جدا من الروتيشن، خصوصا الأهلي داخل على موسم طويل، دوري وكاس وكونفدرالية، ومفيش فريق يقدر يكمل الموسم كله ب 11 لعيب. لازم يكون عندك 20 أو 22 يقدروا ينفذوا نفس الفكرة، وده اللي أنا شايفه إن الأهلي بيحاول يبنيه لأول مرة من فترة، منظومة مش تشكيل أساسي. طيب بعد ما عرفنا ليه الأهلي تعاقد مع كل لاعب، تعالى بقى نشوف هيبدأ بإيه. أنا شايف إن عمودة هيبدأ على الورق ب 4-3-3، لكن الحقيقة إحنا مش هنشوف 4-3-3 غير وقت إعلان التشكيل. بعد أول دقيقة كل حاجة هتتغير، ولما الأهلي بيمتلك الكورة هتبدأ التحولات التكتيكية. هتلاقي لاعب الارتجاز هينزل بين قلبين الدفاع، والظهير هيدخل لنص الملعب، والجناحين هيثبتوا على الخط، وصانع الألعاب هيدخل بين الخطوط، وفجأة يبقى شكل الفريق 3-2-5، وده واحد من أكتر الأشكال الهجومية انتشارا في أوروبا دلوقتي. طيب ليه عموته ممكن يعمل كده؟ لأن الشكل ده بيديله 3 مزايا. أول ميزة وجود 5 لعيبة في الخط الأمامي، وده معناه إن المنافس هيبقى مضطر يدافع بعرض الملعب كله، مش هيقدر يقفل العمق والأطراف في نفس الوقت. الميزة التانية وجود 2 ارتجاز دايما قدام الدفاع، وده بيخلي الأهلي لو فقد الكورة يقدر يعمل كونتر بريس بسرعة. يعني بدل ما الفريق يجري 40 متر، يبقى الضغط من مكان فقدان الكورة مباشرة. الميزة الثالثة إن كل لاعب هيبقى عنده على الأقل حلين للتمرير، ودي نقطة كانت ناقصة في الأهلي الموسم اللي فات. أوقات كتير اللاعب كان بيستلم ويبص حواليه ما يلاقيش غير حل واحد، وده كان بيخلي المنافس يتوقع التمرير بسهولة. لكن مع تمركزات عمودك هيبقى كل لاعب عنده أكتر من زاوية تمرير، وده معناه استحواذ أسرع وضغط أصعب على المنافس. ولو عمودة قدر يخلي اللعيبة يستوعبوا التحولات دي بسرعة، أنا شايف إن الأهلي هيبقى واحد من أكتر الفرق اللي هتفرض شخصيتها من أول دقيقة، مش بالأسماء ولكن بالتمركز. وده هو الفرق الحقيقي بين المدرب الكويس والمدرب اللي عنده مدرسة تكتيكية واضحة. خلينا نتفق على حاجة: أول صفقة جديدة في أي فريق كبير بتفرح جمهور، لكن في نفس الوقت بتقلق لعيب موجود بالفعل، لأن كل لاعب جديد معناه إن حد ممكن كانوا يضيع. وده يمكن أكتر تحدي هيواجه حسين عمودة في أول الموسم، مش إنه يلعب اللعيبة تكتيكيا، ولكن إنه يدير المنافسة بينهم. لو بصيت على وسط الملعب هتلاقي المنافسة بقت شرسة جدا، كل لاعب هيبقى مطالب يثبت إنه يستحق إن هو يبدأ، مش باسمه ولا بتاريخه ولكن بالأداء جوه الملعب. ودي نقطة أنا شايف إن هي ترفع مستوى الفريق ككل، لأن اللاعب وهو عارف إن مكانه مضمون أداؤه بينزل مع الوقت، لكن أول ما يحس إن في لاعب تاني جاهز ياخد مكانه مستواه بيطلع تلقائيا. ونفس الكلام في الخط الأمامي، وجود بوقرار وبن جديدة مع العناصر الموجودة هيخلي أي مهاجم أو جناح عارف إن المشاركة مش هتيجي بالاسم، هتيجي بالتنفيذ. وده بالظبط اللي حسين عمودة بيحب يشتغل بيه، وهو معروف إن مفيش عنده لاعب فوق الحساب، اللي بينفذ الخطة هو اللي بيلعب. لكن في المقابل المنافسة دي لازم يكون ليها ضوابط، لأن كل لاعب هيبقى بيلعب لنفسه علشان يحجز مكانه. الفريق هيتحول ل 11 لاعب كل واحد بيدور على نفسه، ودي أخطر حاجة. وعلشان كده نجاح عموت الحقيقي مش هيكون في اختيار التشكيل، هيكون في إنه يخلي ال 20 لعيب يحسوا إنهم جزء من نفس المشروع. وده في رأيي هو أكبر فرق بين المدرب اللي بيكسب بطولة والمدرب اللي بيبني فريق يفضل يكسب لسنين. وبعد كل الصفقات دي في ناس بدأت تقول الأهلي خلاص الفريق اكتمل، وأنا بصراحة مش مقتنع بالجملة دي، لأن الفريق الكبير عموما عمره ما بيكتمل. الفريق الكبير دايما بيتطور، كل موسم بيضيف حاجة وبيعدل حاجة وبيغير حاجة، وده اللي بيخليه يفضل في القمة. لكن لو هنتكلم عن الموسم الحالي، فأنا شايف إن الأهلي حل مشاكل كتير جدا، أولها العمق في القايمة، تاني حاجة تنوع الحلول الهجومية، وتالت حاجة إن عمودة بقى عنده أكتر من سيناريو لنفس المباراة. يعني لو منافس قفل العمق في حل، ولو في ضغط عالي هيبقى في حل، ولو رجع يدافع ب 11 لعيب برضه في حل. ودي ميزة ما كانتش موجودة بنفس الشكل قبل كده. لكن لسه في تحدي كبير، وهو إن كل الصفقات دي لازم تتحول لفريق واحد، وده مش بيحصل في أسبوع ولا في شهر، ممكن ياخد نص موسم، لأن الجمل التكتيكية والتحركات والتفاهم بين اللعيبة كل ده محتاج وقت. وعلشان كده أنا مش هحكم على الأهلي من أول ماتش ولا من أول بطولة. أنا هحكم عليه لما أشوف هل الفريق بقى عنده هوية واضحة، ولا أنا بتفرج وأنا بتفرج بقى هقدر أقول دي فرقة حسين عمودي، ولا لسه لكل لاعب بيلعب بطريقته. وده في رأيي أهم نقطة في الموسم كله، لأن البطولات ممكن تيجي وممكن تتأخر، لكن لو الهوية اتبنت البطولات هتيجي بعدها تلقائيا. في النهاية أنا مش شايف إن أهم مكسب للأهلي في سوق الانتقالات هو اسم لاعب معين، ولا حتى عدد الصفقات. أنا شايف إن أهم مكسب إن الأهلي لأول مرة من فترة كبيرة
بيجيب لعيبة تخدم فكرة المدرب، وده فرق كبير جدا. زمان كنا بنجيب لاعب عشان يسد مركز، لكن دلوقتي واضح إن كل لاعب جاي عشان ينفذ دور معين داخل المنظومة، وده في رأيي هو أخطر سلاح ممكن أي فريق يمتلكه. لكن في نفس الوقت لازم نكون واقعيين. كل اللي قلناه النهارده مجرد قراءة وتحليل. الكورة عمرها ما كانت على ورق. ممكن لاعب كنا متوقعين يبقى نجم ما ينجحش، وممكن لاعب محدش كان منتظر منه حاجة يبقى مفاجأة الموسم، وده جمال كرة القدم. لكن لو حسين عموتة قدر يطبق اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده، وقدر يخلي اللعيبة يستوعبوا فلسفته بسرعة، فأنا شايف إن الأهلي هيبقى واحد من أقوى الفرق تكتيكيا في أفريقيا. مش لأنه صرف كتير، لكن لأنه بقى عنده مشروع واضح، وبقى عنده وهو ده الفرق الحقيقي بين فريق بيكسب مباراة وفريق بيبني منظومة كاملة. دلوقتي بقى الدور عليكم. لو كنت مكان حسين عموته هتبدأ بأنهي تشكيل؟ وهل شايف إن منصف بوقرار هيكون أهم صفقة، ولا بن جديدة؟ ولا شايف إن المفاجأة هتيجي من علي محمود وأبطاي عبد الله؟ اكتب رأيك في التعليقات، وأوعدك إن إحنا هنقرأ كل الآراء ونناقشها مع بعض. كلامنا النهاردة خلص، إنما الكلام على ملعب القهوة ما بيخلصش. سلام يا كباتن.